سرقوه في عز النهار، شدوا الشنطة وجريوا بيها وطلعت مليانة فلوس. من يومين حصل موقف يخض في منطقة اللبيني الموجودة بفيصل. مواطن نازل يقضي مشاويره عادي في عز النهار، فجأة لقى كام شاب شدوا الشنطة من إيده واللي كان فيها حوالي 50,000 جنيه فلوس شغله، وجريوا بسرعة قبل ما حد يلحقهم. الناس اتصدمت والراجل فضل يصرخ ويستغيث ومحدش عارف يمسكهم. السرقة حصلت قدام الكل وفي عز الزحمة، وده خلى الأهالي يقولوا إن الأمان بقى قل وإن الحوادث دي بقت تتكرر كتير، وكل شوية نسمع عن خطف موبايل أو شنطة أو تعدي على حد في الشارع، والناس بقت ماشية قلقانة وبتبص حواليها طول الوقت، خصوصاً الستات وكبار السن. الراجل طلع يستغيث في فيديو ويقول إن الفلوس دي فلوس شغله وهو مسؤول منها، والناس بيطالبوا بوجود أمني أكتر ودوريات في الشوارع عشان الحرامية يخافوا، لأن اللي حصل مش أول مرة، ومش معقول يبقى الواحد نازل شغله أو مشواره ومش ضامن يرجع بحاجته. الراجل أكد إنه اتفاجئ وما كانش متخيل إن ده يحصل في نص النهار، وطلب من المسؤولين يتحركوا بسرعة عشان محدش غيره يتعرض لنفس الموقف.